في اكتوبر سنة 1963 اندلعت حرب الرمال بين الجمهورية الجزائرية والمملكة المغربية بسبب خلاف على بعض النقاط الحدودية بين البلدين، خاصة في منطقتي تندوف وبشار. وأول ما بدأت الحرب فجأة وبدون مقدمات تلاقي الاتحاد السوفيتي المعفن فتح جسر جوي مع الجزائر لنقل معدات حربية من أيام الحرب العالمية الأولى، وقال لك الحساب بعدين يا باشا مش مشكلة. في نفس الوقت أوروبا وأمريكا بتغرق المغرب بآلاف الأسلحة والقطع العسكرية الغربية الحديثة، ويا ريتها وقفت على قوى الشرق والغرب فقط. ده كان في بعض الرؤساء وملوك الدول العربية بتشعل في النار بين البلدين الشقيقين. وفي سابقة هي الأولى من نوعها تنجح الجامعة العربية بالاشتراك مع منظمة الوحدة الأفريقية في فبراير سنة 64 في التهدئة وتوقيع اتفاق لإيقاف إطلاق النار نهائيا. بس السؤال هنا، هل فعلا ممكن تقوم تاني الحرب بين الجزائر والمغرب؟ أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ما قبل الجريمة. معاكم يوسف صلاح الدين المحامي، والنهارده هنتكلم عن الحرب الجزائرية المغربية. بس عشان نفهم سبب الحرب وسبب التوترات والاضطرابات المستمرة بين البلدين إلى وقتنا هذا لازم نرجع كام سنة لورا. بعد تحرير دولة الجزائر من الاحتلال الفرنسي وإعلان الجمهورية الجزائرية سنة 62، وطبعا غير خافي على أي مواطن عربي المليون ونص مليون شهيد جزائري اللي قاوموا الاحتلال الفرنسي. وغالبا ما يأتي إلى الأذهان العربية المساعدات اللي قدمتها مصر إلى الثورة الجزائرية، واللي كان احد نتائجها علينا كمصريين هي العدوان الثلاثي على مصر سنه 56 من فرنسا وانجلترا واسرائيل. لكن ناس كتير ما تعرفش ان المملكه المغربيه كانت من اكثر الدول بعد مصر دعما بالسلاح للثوره الجزائريه ضد الاحتلال الفرنسي. بل الاكثر من كده ان المغرب اول ما حصل على استقلاله عن الاحتلال الفرنسي سنه 56 الى تاريخ استقلال الجزائر سنه 62، وقبل ما تبدا المملكه المغربيه في النهضه الداخليه للدوله وجهت اغلب مواردها وامكانياتها لدعم الثوره الجزائريه بالمال والسلاح. وكانت المملكة المغربية المقر الثاني للثوار الجزائريين بعد القاهرة. وبالفعل نجحت المساعدات العربية للثورة الجزائرية في الانتصار على الاحتلال الفرنسي وطرده خارج البلاد. طب السؤال المهم هنا، ليه المغرب ساعد الجزائر بكل القوة ديت وبسبب دعمها للثورة الجزائرية دخلت في مشاكل مع الفرنسيين؟ عشان ببساطة صديقي العزيز، لو رجعنا بالتاريخ إلى تحديدا سنة 1121 ميلادية هنلاقي دولة عظمى اسمها دولة الموحدين، اللي كانت أقرب ما يكون إلى الإمبراطورية. أسسها قبيلة مصمودة في المغرب وقبيلة زناتة من الجزائر. حكمت دولة الموحدين شمال أفريقيا والأندلس في أوروبا، وما كانتش خاضعة كليا للخلافة العباسية. طب يعني إيه مش خاضعة كليا؟ يعني الخليفة العباسي في بغداد وقتها كان المسترشد بالله أبو منصور ما كانش عنده القدرة إن هو يعين والي على شمال أفريقيا والأندلس. وفي نفس الوقت دولة الموحدين كانت بتساعد الخليفة العباسي في حروبه بأقوى وأشد المقاتلين الأمازيغ. الفترة دي كانت من أزهى عصور الحكم الإسلامي في الأندلس على الإطلاق. طب يسقط الغرب على الإمبراطورية ديت؟ لا طبعا. يتحد حلف الناتو، اقصد الصليبيين، يتفق الصليبيين مع المغول ويصفوا كل خلافاتهم ويتفقوا على اسقاط الخلافه العباسيه في الشرق عن طريق المغول مقابل اسقاط دوله الموحدين في الغرب عن طريق الصليبيين. ووقعوا اتفاقيات عشان كل واحد فيهم يامن من غدر التاني، وركزوا كل قواتهم وجهودهم ضدنا كعرب. ومن بعد سقوط الخلافه العباسيه في بغداد سنه 1258 ميلاديه وسقوط دولة الموحدين في الأندلس سنة 1269 ما قامتش تاني المنطقة دي قومة. وعلى مدار 600 سنة شهدت المنطقة ديت مئات المعارك بين القبائل العربية والأمازيغية ومعارك أخرى مع الأوروبيين أدت إلى إنهاك وتفكك إمبراطورية عظيمة كانت موجودة في شمال أفريقيا. وعلى فكرة دي مش أول مرة يكون هناك إمبراطورية كبيرة في شمال أفريقيا، لأن من 2200 سنة تقريبا نهض القائد العسكري حنبال من قرطاج في تونس وصنع إمبراطورية عظيمة وحقق المستحيل حرفيا بعد ما حاصر روما عاصمة الإمبراطورية الرومانية في عقر دارهم ولمدة 15 سنة. وينسب إليه اختراع العديد من التكتيكات الحربية في المعارك اللي لسه بتدرس في الأكاديميات العسكرية حتى اليوم. المهم، بعد سقوط دولة الموحدين سنة 1269 واستمرار الحروب بين القبائل وبعضها البعض، انتهى الأمر طبعا بالنتيجة المتوقعة، وهي الاحتلال الفرنسي والأسباني لدول شمال أفريقيا. بس الاحتلال الفرنسي قبل ما يمشي من الجزائر سنة 62 ساب خازوق في قلب الصحراء العربية ولسه موجود لحد النهاردة. الخازوق اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة صناعة فرنسية أسبانية، وهو عدم ترسيم الحدود بين البلدين. الفرنسيين لعبوا لعبة من أوسخ ما يمكن. إزاي؟ بعد استقلال المغرب سنة 56 المغرب طلبت من فرنسا استقلال منطقتي تندوف وبشار على الحدود مع الجزائر،
لان هي اصلا كانت تابعه للمملكه المغربيه من قبل الاحتلال الفرنسي. فرنسا قالت للمغرب عينيا يا باشا، وقف انت بس دعم الثوره الجزائريه والاراضي دي بتاعتك. طبعا المغرب ما وقفتش دعم الثوره الجزائريه، ولما الفرنسيين انهزموا وطردوا زي الكلاب من الجزائر قالوا خلاص احنا هنسيب كل الاراضي الجزائريه من غير ما يقولوا الاراضي كانت تابعه لمين في الاساس. ومن هنا بدا النزاع، هي الاراضي دي جزائريه ولا مغربيه؟ النزاع اللي وصل الى حرب عسكريه بين البلدين الشقيقين سنه 63 بدعم عسكري مباشر من الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر للجزائر، واللي ارسل افضل الطيارين في الوقت دوت ووقعوا اسرى في يد القوات المغربيه، واللي كان من ضمن الاسرى وقتها الرئيس المصري السابق حسني مبارك. بس القصه ما انتهتش عند الحدود الجزائريه المغربيه فقط. شرق المملكه المغربيه كان محتل من فرنسا، وغرب المملكه ومدن سبته وماليليا في الشمال كانت محتله من اسبانيا. سنه 56 تم تحرير المغرب من الاحتلال الفرنسي وتحرير بعض الاراضي من الاحتلال الاسباني. وسنه 75 تم استقلال اخر الاراضي المغربيه عن اسبانيا. وتكرر تاني نفس الخازوق بالملي سنه 75 لما الاسبان مشوا من غرب المملكه المغربيه وشرق موريتانيا، ما كانش لسه في ترسيم حدود واضح بين المغرب وموريتانيا، فالاسبان استغلوا الفرصه وعملوا ما يطلق عليه اتفاق مدريد سنه 75، وقالوا دي حدود المغرب ودي حدود موريتانيا ودي حدود دوله الصحراء الغربيه. وكان الهدف من القسمه ديت ان المغرب وموريتانيا يدبوا في بعض في حرب يجي 20 30 سنه على الصحراء الغربيه اللي اصلا كانت جزء من دولتي المغرب وموريتانيا. هنا اتفق المغرب وموريتانيا بعيدا عن الاسبان على تقسيم الصحراء الغربيه. الساقيه الحمراء في الشمال تابعه للمغرب، ووادي الذهب في الجنوب تابع لموريتانيا. بس الكلام ده ما عجبش جبهه البوليساريو. طب مين جبهه البوليساريو؟ جبهه البوليساريو يا صديقي العزيز هي اختصار للجبهه الشعبيه لتحرير الساقيه الحمراء ووادي الذهب. ظهرت بعد ما الاسبان مشوا من الصحراء الغربيه سنه 75، وبصراحه وروا الاسبان ايام سودة، وكانوا عايزين ياسسوا دوله جديده اسمها الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه، واتاسست فعلا سنه 76 وما اعترفش بيها غير 40 دوله تقريبا، اولهم الجمهوريه الجزائريه. واغلب الدول دي سحب اعترافه بعد كده. واندلعت الحرب تاني، جبهه البوليساريو عايزه تستقل بالصحراء الغربيه دوله مستقله ضد كل بين موريتانيا والمغرب. وبعد معارك وتحديدا سنه 79 موريتانيا وافقت على انفصال اقليم وادي الدهب عن اراضيها، بعد ما كانت متفقه مع المغرب على ان اقليم وادي الدهب يبقى جزء من موريتانيا عشان ما يبقاش في اي دوله جديده للبلدين. هنا المملكه المغربيه رفضت يبقى على حدودها دوله جديده وهي اصلا جزء من اراضيها، فتحرك الجيش المغربي وفرض سيطرته على 80% من اراضي الصحراء الغربيه كلها، الى ان تم الاتفاق على وقف اطلاق النار بين المغرب وجبهه تحرير البوليساريو في سبتمبر سنه 91. ومن سنه 75 لحد النهارده المغرب رفض تماما اي اعتراف بالصحراء الغربيه كدوله مستقله. وبعد ما كانت المملكه المغربيه من اكبر الحلفاء دعما للثوره الجزائريه، بقت للاسف العدو الاول للجمهوريه الجزائريه بعد استقلالها. وكيدا في المغرب اللي بتنازع الجزائر في حدودها، تقوم الجزائر تدعم حركه تحرير البوليساريو اللي عايزه تستقل بالصحراء الغربيه، وتكون من اول الدول اللي بتعترف بيها كدوله مستقله. لا وكمان مين مؤخرا اللي بيلعب في جبهه البوليساريو وبيدعمها بالسلاح عشان يشعل موقف ده اكتر ضد المغرب؟ لا يا صديقي العزيز، المره دي مش اسرائيل، المره دي الحرس الثوري الايراني هو اللي بيدعم جبهه تحرير البوليساريو. وزي ما قلت لحضرتك في بدايه الحلقه، بعد ما نجحت الجامعه العربيه في وقف القتال بين الشقيقين، فضلت العلاقات مقطوعه بين البلدين والحدود البريه مغلقه من سنه 94. واحد هيقول لي حلوه قوي القصه التاريخيه دي، ايه بقى لازمتها دلوقتي؟ قبل ما اقول لك ايه لازمتها دلوقتي، عايز اضيف لحضرتك حاجه كمان. من بعد نهايه الحرب ما بين الجزائر والمغرب سنه 64 ولحد النهارده، الدولتين في سباق تسليح غير عادي. المغرب بينزل له احدث الاسلحه الغربيه، اما عن الجزائر فهي الدوله الوحيده على مستوى العالم اللي بينزل لها الدرجه الاولى من السلاح الروسي وقت صناعته. من المعروف ان الروس دايما بيصدروا لحلفائهم الاسلحه القديمه او المتوسطه، الا فقط دوله الجزائر. السلاح اللي بينزل في روسيا تاني يوم بتلاقيه في الجزائر وبنفس الامكانيات، زي مثلا منظومه اس 500 للدفاع الجوي، وطيارات سوخوي 57، ودبابات تي 90 من طراز اس، والاخطر من كل دوت الصواريخ الهايبرسونيك اللي امريكا لحد تاريخ عرض الحلقه دي كل ما تعمل تجارب لصناعتها بتفشل، بس هي مساله وقت وتنجح امريكا في صناعتها او هتسرقها من الروس. الهايبرسونيك يا صديقي العزيز صواريخ اسرع من الصوت، مفيش دفاع جوي غربي يقدر يصدى ليها، وروسيا مش بتصدرها الا للجزائر والصين والهند على ما اتذكر. وده اللي خلى العلاقات بين روسيا والجزائر على جميع الاصعده من اقوى ما يمكن. وللعلم لو افترضنا فرضا ان الجيشين الجزائري والمغربي متحدين في جيش واحد، هيكون من اقوى 5 جيوش على مستوى العالم. وده مش توقع شخصي مني، ده حسب رؤيه مجله ميلتري العسكريه، ودي اقوى مجله اخبار عسكريه على مستوى العالم. طب في سؤال مهم هنا بيطرح نفسه، هي ليه روسيا مش بتدعم سوريا، او بمعنى اصح ليه مش بتدعم نظام بشار بنفس الاسلحه اللي بتدعم بيها الجزائر؟ لان ببساطه الجمهوريه الجزائريه دوله بمعنى الكلمه، وعايزه تبقى قوه اقليميه، وهي بالفعل قوه اقليميه، بعكس نظام بشار ابن الاسد اللي كل هدفه احكم واكون رئيس، ولو رئيس على شبه دوله. والموضوع ده احنا شرحناه بالتفصيل قبل كده في حلقه بشار ابن الاسد، تقدر حضرتك تشوفها من اللينك اللي هيظهر هنا. المهم روسيا قفلت حنفيه الغاز على اوروبا، والاوروبيين دلوقتي بيدوروا على بديل،
ولعلم حضرتك الجزائر اكبر مصدر للغاز في افريقيا، ومن بعدها مصر ثم نيجيريا. وبيخرج من الجزائر 3 خطوط انابيب غاز، واحد مباشره الى ايطاليا من خلال الاراضي التونسيه، والخط الثاني مباشره الى اسبانيا، والخط الثالث الى اسبانيا بس مرور عن طريق الاراضي المغربيه. اسبانيا حبت تحلو على روسيا من شهرين وقالت احنا هنضخ الغاز الجزائري الى اوروبا، واعترفت بجبهه البوليساريو ان هي جزء من الاراضي المغربيه. تقوم الجزائر قافله الخط اللي بيعدي على المغرب، وتشترط على اسبانيا ان الغاز اللي هيجي لكم من عندنا لو نقطه منه راحت للمغرب احنا هنقفل الحنفيات كلها. فبقى كميه الغاز اللي رايحه لهم يا دوب على قد. تسكت امريكا وهي شايفه احتماليه لاشعاع الموقف؟ لا طبعا. تقول للمغرب ولا يهمك، احنا هنمد خط غاز من نيجيريا اللي عندها اكبر احتياطي غاز في افريقيا بس ما عندهاش القوه الانتاجيه اللي عند الجزائر، وهنمد الغاز ده الى اوروبا من خلال الاراضي المغربيه. طبعا ده مشروع مكلف جدا وصعب التنفيذ، بس من الاخر كده لو المشروع ده فرضا ان هو نجح فبلا شك هيدمر الاقتصاد الجزائري. واقتصاد مين كمان؟ اكيد طبعا الاقتصاد الروسي اللي بينقط اوروبا بالغاز. فدلوقتي بس حضرتك ممكن تتخيل الموقف، نزاع تاريخي وتوترات مستمره على الحدود بين الجزائر والمغرب، سباق تسليح غير طبيعي، مصالح اقتصاديه متضاربه بين البلدين. النتيجه هتكون كارثيه على الشمال الافريقي لا قدر الله لو الحرب في اوروبا فضلت مستمره واثارها امتدت الى شمال افريقيا. واللي يجي لنا الواحد ان المغرب حاربت الجزائر على نقاط حدوديه تتحل في قاعده، اقسم بالله. وده مش تجويد من عندي، انما تاريخ البلدين اللي هو تقريبا تاريخ واحد هو اللي بيقول كده. هو مين اللي اسس دوله الموحدين اللي كانت بتنيم اوروبا من المغرب؟ مش قبيلتي مصموده من المغرب وزناتها من الجزائر؟ يعني مش قبيله احتلت الاخرى وهزمتها، لا، ده مجرد ما اتحدوا مع بعض من 800 سنه صنعوا مجد وفخر لم يتكرر من تاريخه. وبعدين المغرب عنده مشكله اكبر بكتير من النزاع على الحدود مع الجزائر، وهي سيطره اسبانيا لحد النهارده على مدن سبته ومليليا في شمال المغرب وجزر الكناري في المحيط الاطلسي. وللعلم اسبانيا بتكسب ذهب من السياحه في المدن والجزر ديت. انا عارف ان اكتر المدن دي عماله مغربيه والوضع هناك تقريبا شبه هونج كونج في الصين، بس مش من باب اولى نوحد الصف مع الشقيق التاريخي ونطرد الغرب من اراضينا؟ سنه 1860 تم توقيع معاهده وادراس بين المغرب واسبانيا، وافقت فيها المغرب على التنازل عن المدن دي لاسبانيا بعد هزيمتها من الاسبان في حروب استمرت لعشرات السنين. طيب طبقا للقانون الدولي الاتفاقيه دي الاسبان يلفوها ويحطوها في لا مؤاخذه جيوبهم. ليه انا بقول الكلام دوت؟ لان المغرب وقع الاتفاقيه ديت بعد هزيمته في حرب مباشره مع الاسبان، يعني ما كانش كامل الاهليه الدوليه في التوقيع وحق تقرير المصير، زي بالظبط اتفاقيه فرساي اللي وقعت عليها المانيا بعد هزيمتها في الحرب العالميه الاولى سنه 1919 وهي في موقف ضعف. وبعد كده الغرب نفسه بالاتفاق مع هتلر عدلوا من اتفاقيه فرساي. والمغرب نفسه فيه عشرات الاساتذه اللي بنتعلم منهم القانون الدولي زي استاذنا العظيم الدكتور الحسن بوكنطار. طبعا ما حدش يتمنى ان النزاع الحدودي بين الجزائر والمغرب يفضل مستمر اكتر من كده، لانه بصراحه بوخ قوي. اكتر دولتين في الوطن العربي متحدين تاريخيا وعرقيا ولغويا ويحصل بينهم حرب تفضل اثارها مستمره ل 60 سنه. لا وكمان تصعيد مستمر بين البلدين واعلام كل دوله بيشحن مواطنين ضد مواطني الدوله الاخرى. مين المستفيد من الوضع ده غير اقصى الشرق واقصى الغرب؟ تغاوى الجزائر بإسكندر وإس 400 الروسية، وتتحدث بشغف كونها أحد 3 زبائن لمنظومة صواريخ إس 500 الروسية فائقة التطور، في وقت تفيض المغرب بالصواريخ الأمريكية والفرنسية، خاصة وأنها على موعد مع صواريخ باتريوت الأمريكية ذائعة الصيت. لتبقى التساؤلات حول أي من صواريخ البلدين ستكون لها اليد العليا بأي حرب أو نزاع مسلح قد ينشأ بين المغرب والجزائر. طب أنا ممكن أتقبل إن في بداية الستينات وبصراحة كده بعض الرؤساء العرب كانوا بيدعموا الجزائر ضد المغرب فقط عشان مش بيحبوا أي نظام ملكي، وفي المقابل كان بعض الملوك والأمراء العرب بيدعموا المغرب ضد الجزائر عشان ربيع الثورات والانقلابات العسكرية ما توصلش لحد أراضيهم. طب دلوقتي وبعد 60 سنة هنفضل كده؟ هنفضل دمية لدول عظمى عايزة تدمر بعضها من خلالنا ومن غير ما توسخ إيديها؟ وسبحان الله أكبر شعوب عربية متحابة متفاهمة فيما بينها هي الشعوب الجزائرية والمغربية، وبرضه أكتر فريقين كورة بيطلعونا من تصفيات كأس العالم هي فرق المغرب والجزائر. وقبل ما حد يقول لي إن الجزائر لم ولن تعترف بإسرائيل كدولة وإن المغرب في 2020 اعترف بدولة إسرائيل، هقول لحضرتك في حلقة التطبيع أنا اتكلمت عن موقف الجزائر وقلت اللي حضرتك هتشوفه دلوقتي. اولا كده صديقي العزيز لازم تبقى عارف ومتاكد ان اسرائيل بتتعامل مع حكومات كل الدول العربيه ومن زمان، بس من خلال وكلاء في شكل شركات تجاريه او شركات سينمائيه او حتى دول وسيطه، وده لاسباب سياسيه ومصالح مشتركه، عدا فقط الجمهوريه الجزائريه اللي رفضت كل اشكال التطبيع مع اسرائيل صراحه او ضمنا، بس مش دفاعا والله عن المغرب. اللي خلى الحكومه المغربيه تكون مضطره سنه 2020 ان هي تعترف باسرائيل كدوله ان يكون المقابل ان الغرب يعترف بالصحراء الغربيه كجزء من الدوله المغربيه، وان جبهه التحرير البوليساريو ما هي الا حركه ارهابيه.
بس الغرب مسك العصايه من النص واعترف بالصحراء الغربيه اراضي مغربيه وما صنفش البوليساريو حركه ارهابيه، لان ده لو كان حصل كانت الحكومه المغربيه هيكون معاها كامل الشرعيه لاباده الحركه دي تماما. بس السؤال هنا، لو الجزائر كان بيدعم المغرب في فرض سيطرته على الصحراء الغربيه وما كانش بيدعم البوليساريو، هل ساعتها المغرب كان هيكون مضطر ان هو يعترف باسرائيل؟ اكيد طبعا لا. وما اعتقدش ان هو صعب على الجزائر دلوقتي انه يسحب دعمه واعترافه بجبهه تحرير البوليساريو، وبرضه مش صعب على المغرب ان هو يتفاوض على خلاف الحدودي بين البلدين ويركز كل جهده الى استقلال باقي الاراضي المغربيه من الاسبان. وعشان تنجح في تحقيق الهدف دوت لازما ولابد من دعم شقيق قوي اقليميا زي الجمهوريه الجزائريه. أن المغرب منفتح على الاقتراحات والمبادرات التي قد تتقدم بها الجزائر بهدف تجاوز حالة الجمود التي تعرفها العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين. فقد قاومنا الاستعمار معا لسنوات طويلة حتى الحصول على الاستقلال، ونعرف بعضنا جيدا، وكثيرة هي الأسر المغربية والجزائرية التي تربطها أواصر الدم والقرابة. وأؤكد أن المغرب منفتح على الاقتراحات والمبادرات التي قد تتقدم بها الجزائر بهدف تجاوز حالة الجمود التي تعرفها العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين. قضية فتح الحدود، أنا نقول لك الحدود ممكن تفتح يوم من الأيام، ولكن اعتذر، الحدود ما تغلقتش على بال الصحراء الغربية، ما نشوهش الواقع. واخيرا، انا عارف ان صعب دلوقتي يكون في توافق وتفاهم بين الحكومتين، خاصة بعد صعود الحرب الروسية الأوكرانية، بس اللي أنا متأكد منه إن سهل جدا على الجامعة العربية لو في إرادة حقيقية إن هي تحل النزاع دوت وترجع تاني العلاقات بين البلدين الشقيقين، بدليل إن مفيش دولة عربية ما كانش عندها أو لا يزال نزاع حدودي واحد على الأقل مع أحد جيرانها. هتقول لي أصل الصحراء دي كلها منجنيز وفوسفات، هقول لحضرتك على حاجة، أكتر النزاعات دي اتحلت وبعضها اتطبق عليه مقولة يبقى الحال على ما هو عليه، وفي الأول وفي الآخر إحنا أشقاء. بس في اتفاقيات بين الحكومات العربية الشعوب ما تعرفش عنها حاجة، بيبقى الهدف منها مصلحه قصاد مصلحه، بس ما وصلش الحال الى حرب وقطيعه وتهديد مستمر. عشان كده بقول لحضراتكم انها مشكله بسيطه وسهل جدا تتحل، بس بشرط نقعد مع بعض بعيدا تماما عن قوى الشرق او قوى الغرب. في النهايه انا بشكر حضراتكم جدا على المتابعه، وانتظرونا قريبا في حلقه جديده من برنامج ما قبل الجريمه. اخر مهزله كانت موجوده بتاعه افغانستان، وحقيقه في امر افغانستان ده امر خطير، انه ليبيا وسوريا واليمن الجنوبية والجزائر يقفوا مع الاتحاد السوفيتي ضد مسلمي افغانستان. وضع حقيقة بقى مهزلة. ده دول واقفين مع افغانستان، مع روسيا ضد افغانستان. سوريا ابتدت تهاجم السعودية، وهم يعني معتادين على هذا، ومعتادين انه لما بيزودوا الهجوم بياخدوا فلوس، فبقت عملية ارتزاق. ليبيا تهاجم العراق والسعودية. اليمن الجنوبية بتحشد على حدود عمان. ليبيا بتعمل وحدة مع سوريا. الجزائر خايفة البوليساريو يخش الوحدة بتاعت ليبيا وسوريا. الخميني يحقد على صدام لأن صدام طرده من العراق بأوامر الشاه لما كان بيتآمر، وراح على فرنسا، فرجع من فرنسا على إيران زعيم، فبينه وبين صدام طار، وصدام عامل تنازلات على الأرض وفي شط العرب. انتهز فرصة، قال الجيش الإيراني انتهى والقوات المسلحة الإيرانية انتهت، فيقوم يسترد الأرض ويسترد شط العرب من التنازلات اللي هو أعطاها الشاه.